شفنا قبل كده اختبارات للتصادم واختبارات للثبات. المرة دي هنشوف اختبار مختلف، وهو اختبار لقوة الفرامل عن طريق اختبار العربيات لنظام الأوتو بريك أو فرامل الطوارئ. الاختبار الهدف منه معرفة قوة الفرامل ومدى فعالية نظام فرامل الطوارئ. وأول عربية معانا هتبقى مرسيدس بنز سي كلاس، والاختبار بيتم على سرعة 60 كيلومتر في الساعة. العربية دي هنبتدي بيها لأن مرسيدس معروفة بوسائل الأمان وقوتها، وبالتالي نسبة كبيرة مننا هتبقى عارفة إن الاختبار ناجح. وبالفعل العربية بتقدر تقف قبل الجسم اللي موجود أو الشخص اللي موجود بمسافة كافية وبدون تدخل من السائق. وده بيبان في لوحة العدادات لما بنشوف المنظر من جوه. وبالتالي مرسيدس زي ما كلنا متوقعين نجحت في الاختبار ده. العربية اللي بعد كده هي نيسان ماكسيما على نفس السرعة. نيسان للأسف اختبارات كتير فشلت. هنشوف في الاختبار ده هتعمل ايه. والحقيقة لأول مرة نيسان تعمل اختبار ناجح عن طريق نيسان ماكسيما. يمكن ده يكون لأن نيسان ماكسيما مش من الفئة الاقتصادية قوي، والنيسان مهتمة بيها أكتر. وبرضه المسافة اللي وقفت فيها مسافة معقولة جدا مقارنة بالمرسيدس مثلا، فنقدر نقول برضه على ماكسيما إن هي نجحت في الاختبار ده. العربية اللي بعد كده هيونداي سوناتا على سرعة 60 برضو. هيونداي في وسائل الأمان معروفة في بلادنا إن هي ضعيفة. توقع كده الاختبار ده هيبقى عامل إزاي قبل ما نبتدي؟ توقعت؟ يلا نشوف. الحقيقة إن السوناتا حاولت على قد ما تقدر، ولكن للأسف في الآخر برضو فشلت، وشالت الراجل مقص من تحت كده وطيرته في الهواء. الحقيقة هيونداي في أغلب عربياتها، مش هقول في كل عربياتها، نظم الأمان فيها مخيبة للأمال، ده إذا كان أصلا فيها نظم أمان. لأن شوية العربيات اللي موجودة عندنا بتبقى 90 فئة، منهم 89 فئة ما فيهاش وسائل أمان كفاية. الاختبار اللي بعد كده هيبقى اختبار لدمية متحركة من جانب الطريق، مش اختبار لدمية ثابتة زي اللي فات. وأول عربية معانا من ضمن العربيات اللي اتطلبت كتير وهي السوبارو، والاختبار هيتم على سرعة 40 كيلومتر. والسوبارو الحقيقة برضو ما خيبتش ظني. السوبارو من العربيات المحترمة جدا، وأغلب الاختبارات اللي شفتها لها اختبارات ناجحة، ومن ضمنها الاختبار ده. نظام فرامل الطوارئ اشتغل بفعالية، والفرامل برضو بتاعتها قوية. لازم نبقى عارفين ان الاختبار بيختبر الاتنين مع بعض، لان ممكن نظام الطوارئ يبقى سليم وكويس ولكن الفرامل ما تسعفش العربية. لكن في حالة السوبارو الحقيقة حققت نتيجة كويسة جدا. اي نعم مسافة التوقف والسرعة كانت اقل، بس لازم نراعي ان الجسم المرة دي جسم متحرك مش جسم ثابت. وبرضه بنشوف من الكابينة الداخلية تفاعل العربية بنظام الطوارئ وتدخلها في حالة لو السواق ما تدخلش بنفسه. العربية اللي بعد كده كيا اوبتيما على سرعة 40 كيلومتر. هل الكيا هتكون زي الهيونداي بما انهم شركة واحدة، ولا القصة هتختلف؟ الحقيقة القصة كانت أسوأ، والدمية طارت في الهوا شاشي، وتحس ان العربية مش بتفرمل اصلا. مش عارف ده راجع لضعف نظام الطوارئ، ولا ضعف الفرامل، ولا ضعف الاتنين مع بعض. بس في الاخر النتيجة كارثية، ولو الدمية دي عبارة عن شخص مش هيكون فيه اي فرصة لنجاته. لما نشوف الاختبار تاني بالتصوير البطيء هتلاقي ان العربية ما استجابتش تماما للموضوع. يعني تقريبا العربية ما حاولتش اصلا تقف وكملت طريقها عادي اكن ما فيش اي حاجة قدامها. فنقدر نقول بمنتهى البساطة ان النظام اكنه مش موجود، وان هو فاشل تماما، زيها زي اختها هيونداي بالظبط. هنشوف بعد كده اختبار اصعب بقى من الاختبارات اللي فاتت كلها، ومش اي عربية تقدر تعديه، وهي ان الدمية بتتحرك من ورا جزء مخفي. والعربية اللي هنشوفها هي عربية اودي اي 4. هل الاودي بقى هتقدر تشوف الجزء المخفي من الطريق وتتعامل بالسرعة الكافية ولا لا؟ الحقيقة انه مش شيء مستغرب على اودي انها تنجح في اختبار زي ده. ومع ان الدمية بتتحرك من جزء مخفي وبتظهر فجأة، ولكن الاودي بتقدر تقف بمسافة كافية جدا، ومش بتمثل اي خطر على الشخص اللي المفترض ان هو يكون بيعدي الطريق بالشكل ده. برضو لما نيجي نبص من جوه هنلاقي تفاعل العربية مع الموضوع، وانها بتدي تحذير للسائق وبعد كده بتقف تماما في حالة ان هو كان مشغول او ما قدرش يوقف العربية بالطريقة الكافية. اخر عربية معانا وهي من العربيات اللي اتطلب ليها اختبارات كتير، وهي الفورد فيوجن لنفس الاختبار. تعالوا نشوفوا هتعمل ايه. ناس كتير ممكن تكون متخيلة ان الفورد برضو مستويات امانها كويسة جدا وانها هتنجح بمنتهى البساطة، ولكن لما نيجي نشوف الاختبار هنلاقي عكس ده تماما. وبرضو العربية ما ابدتش اي استجابة من ناحية الفرامل، وكأن نظام فرامل الطوارئ مش موجود ومش فعال تماما. وبرضو الدمية اتقسمت نصين. الحقيقة الفورد خيبت ظني تماما فيها،
مع اني كنت متخيل انها هتبقى انجح من كده. بس واضح ان كل شركة بيبقى عندها نقطة ضعف، وممكن نقطة ضعفها دي تكون في عربية ومش موجودة في عربية تاني. زي ما شفنا ان نيسان فشلت في عربيات كتير في حتة وسائل الأمان، ولكن نجحت في الاختبار ده مع عربية تانية وهي الماكسيما. فما نقدرش نعمم عشان عربية ناجحة إنها تنجح في كل الاختبارات، أو إنها عشان فاشلة هتفشل في كل الاختبارات. وإن كان في عربيات بتنجح في كل الاختبارات فعلا، وعربيات تاني بتفشل في كل حاجة. في نهاية الفيديو خليني أسألك، إيه نوع عربيتك؟ وإيه مدى ثقتك في الفرامل بتاعتها؟